عارفين انتوا درجة الحرارة كده 40 وماسك كوباية ساقعة جدا 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 فيها كل حاجة بتحبها، جيلي ساقع جدا وطعمه خطير، وكريمة كاستر رهيبة وهي ساقعة كده، ويا سلام بقى على البسكوت الخطير. لا لا، حاجة بجد كده روعة. ولازم اقول لكم بتتعمل ازاي. اول حاجة جبت 4 بكوات من البسكويت، تقدري تجيبي البسكويت السادة اللي انت بتحبيه. انا بحب فينجرز قوي، وقلت لأ، هو كمان متاح سعره مش غالي. فجبت 4، طحنتهم كده وحطيت عليهم معلقة سمنة سايحة. تقدري تبدلي السمنة دي بزبدة، وهطحنهم طحنا مبرحا. وطبعا جبت أي كاسات عندي وأي كوبايات كده شكلها جميل وتبقى سادة كده عشان خاطر تبين لي الطبقات من بره، ويعني أفاجئهم كده في البيت، يعني مفاجأة لذيذة. حطيت البسكويت شايفينه عامل زي كده الرمل، هبدأ أسويه في الكوبايات، حطه في التلاجة قولي كده 5 دقايق لغاية ما أعمل الطبقتين التانيين. هو ما بياخدش معانا ساعة في كل عمايله، في كل بقى ان انت كل حاجة بتحطيها في التلاجة، الناس بتستصعب كل حاجة حطها في التلاجة، ده هي 5 دقايق بس عشان تاكلي أحلى كاسات جيلي بالكاستر حلوة جدا. طبعا اللي متابعيني عارفين ان انا استخدمت نص كيس الجيلي في ان احنا نعمل جيلي فراولة اللي هو زي جيلي كولا. ده يعتبر كيس كامل اللي انا حطيته، واحط عليه كوبايه ونص من الميه. اهم حاجه اللي انا هعملها دلوقتي ان انت تدوبيه قبل ما تحطيه على النار. لازم جيلي الفراوله يدوب، ودي اسهل طريقه. حط على النار لمده 5 دقايق وبعد كده هطفي عليه. لازم الجيلي يتعمل الاول عشان خاطر يكون بارد جدا لان احنا في الحر. بعد كده هجيب كوبايه الا ربع من اللبن، حط عليها معلقتين من كاستر. تقدري تبدليها بمعلقتين من النشا، بس انا حبيت ان انا اعملها كاستر عشان خاطر بيبقى طعمه حلو جدا مع الجيلي ومع البسكويت. وبصراحه يعني احنا اشترينا العلبه دي من بره وكانت العلبه ب 20 جنيه، فانا ليه ادفع في علبه واحده 20 جنيه وهي صغيره جدا، وانا اقدر احط عليها 20 جنيه كمان واعمل منها 6 كاسات زي ما احنا شفناه. برضو اهم خطوه ان انت هتحطي معلقتين من الكاستر عليهم معلقتين من السكر، بس ما تزوديش. قبل ما يتحط على النار لازم تكون دايبه جدا جدا جدا. هتحطيه على النار لغايه ما تتقل حاجه بسيطه. خلصوا ال5 دقايق وطفيت على الجيلي وطفيت على الكاستر وطلعت الكوبايات من التلاجة. شايفين بقى سايح جدا جدا جدا. وانت بتعمليه لو لقيتيه مسك معاكي جامد جدا جدا على النار، حطي عليه معلقه ميه من الحنفيه كده هتلاقيه بيفك معاكي على طول. هتحطي برضو في كل كاس من الكاسات دي هتحطي معلقتين بس وتحاولي تساوي. ما تقلقيش من اللغوصه اللي هتحصل دي، هي بمنديل هتسويه وهيبقى شكله جميل ولذيذ. خلص حطيته بقى في التلاجة قد ايه، حوالي ربع ساعة. الكاستر بيمسك بسرعة لان طبعا انا حطيته في الكوباية وهو بارد، ما حطيتوش وهو سخن. بمجرد ما بتحطيه ربع ساعة كده في التلاجة على طول بيمسك نفسه. كل المراحل دي وانا طبعا عاملة الجيلي اول خطوة فبرد خالص. هحط طبقة تانية من البسكوت بقى مش متفتفت، لا بسكوت زي ما هو. تقدري تستغني عن الخطوة دي بس انا حبيت ان يبقى فيه طبقات من البسكوت، وان انا اكل جيلي بالبسكوت نفسه كده في اول طبقة كده هيبقى طعمه حلو جدا. خلاص كده حطينا البسكوت. تقدري تحطي بقى في الفقرة دي مكان البسكوت تحطي ايه، فواكه. والله فكرة حلوة اقدر اعملها المرة الجاية. بعد كده هنزل عليها الجيلي، طبعا الجيلي بارد والكوبايات كلها باردة. وكمان على فكرة بقى حتة ان انت تحطيه بارد وهم باردين، لما تحطيه في التلاجة ما بياخدش معاكي بالظبط، ما بيكملش نص ساعة بالظبط يا جماعة وبتلاقيه ماسك. شايفينه ماسك كله على بعضه كده. الناس بتعمل الجيلي بمجرد ما تيجي تقلب الكوباية بتبقى خايفة لا يتقلب مية، لا هي اتعمل مظبوط. مكيش دعوة بقى باللي مكتوب على العلبة، اعمليه زي ما انا قلتلك. هتلاقيه حاجة كده خطيرة ترطب على قلبنا، مش مكلفة. ده هو كيس جيلي، معلقتين كاستر، على كوباية الا ربع لبن، و4 بكوات من البسكويت.